ما بدهاش. لازم الواحد ينسى، لازم الواحد ينسى، لازم. قلنا في ثورة ماشي، يسقط مبارك ماشي، مجلس عسكري ركب ماشي، اخوان قلنا لعبوا مع المجلس العسكري بالاخوان وضحك عليهم المجلس العسكري، اي حاجة ماشي. السيسي جه ماشي، مبارك دخل السجن وخد براءة برضو يلا. حبيب العدل قتلوا المتظاهرين وخد براءة وطلعوا المتظاهرين انتحروا ماشي. احمد عز يخرج ماشي، يفتح مصانع ويرجع يلعب في السوق تاني امر الله. البلاعات تتسد والشوارع تتنيل على عينها وقالوا الاخوان حطوا الحجاره في البلاعات، قلنا ماشي. تطلع لنا تماسيح في الشوارع، قالوا الاخوان جابوا التماسيح، قلنا ماشي. وهنفضل نقول ماشي. يطلع الاخوان هم اللي عملوا ازمه الدولار، الاخوان ماشي بس ماشي. حبسنا حسن مالك والدولار فضل يعلى ماشي. الاخوان جابوا السمك القرش على الشواطئ المصرية، حاضر. النهارده وكيل نيابة اتقتل. في روايتين، رواية بتقول ان اللي قتلوا البدو اللي بيضربوا فردة في المناطق ديت، مع ان هنا في القاهرة الجديدة اهو، وكيل نيابة ما رضيش يقبل الفردة وراح خد حكم محكمة خرجهم من هناك، وراح معاه قوة كبيرة ومعاه ضابط قوة مرافق وقتلوه، ضربوه بالنار هو والضابط، هو مات والضابط اتصاب. حكاية برضه غريبة. النيابة رايح بقوة ودول عارفين ان البوليس جاي. في حكاية تانية ومكتوبة واخوه كاتب على الاكاونت بتاع الفيسبوك ان اخويا قتلوا ضابط جيش كان على خلاف معاه على الشقة او على الارض او على البيت، وده من بق اخوه وعمه. طب يعني في خير، لا في امن ولا غير. انما النهارده كده من شويه تطلع الحكايه الثالثه بقى، ان اللي قتل وكيل النيابه شركه استثمار قطريه تحت حمايه مصر لانها قطريه. تمساح في الشارع جابوا الاخوان، البلاعات الاخوان قاموا فيها حجاره سدوها، الاخوان جابوا سمك القرش وعنوا الدولار. طب هم عملوا كل دوت وهم بره الحكم، ولما كانوا في الحكم ما عرفوش يقعدوا، ضحك عليهم. مبارك طلع براءة، المتظاهرين انتحروا ما اتقتلوش، احمد عز رجع تاني. يبقى احنا نعمل ايه؟ احنا نسمع اغاني. ايه رأيكم؟ انسب اغنية ممكن نسمعها او موسيقى نسمعها في الوضع ده هي دي. مع السلامة، أسيبكم مع أحلام سعيدة.
لسه مستنيين مفاجآت كتير. اما نشوف الاخوان هيعملوا ايه وهم بره الحمام. كان الاخوان ينفع نفسه. سلام.